بيه. للأسف الشديد ما كنا نخشاه حصل. اشتعلت الأوضاع وبوادر الحرب، مش بوادر الحرب نفسها بدأت. خلينا نبدأ بالسياق اللي يهمنا، وهو الشقيقة لبنان، اللي للأسف الشديد النهاردة وبعد الساعات الأولى من فجر اليوم توغلت قوات إسرائيلية بريا لأول مرة في جنوب لبنان منذ أكثر من يمكن 18 سنة، وهو سياق الرد الإيراني. إيران النهاردة أرسلت مجموعة من الصواريخ إلى إسرائيل، والحقيقة ما عنديش عنوان أقوله غير إن هو كلاكيت لتاني مرة بنفس الشكل. الصواريخ الباليستية اللي إيران بتقول إن هي هتبقى الرد العسكري بتاعها بترسلها لإسرائيل، وقبلها إنذار، قبل الصواريخ إنذار: خدوا بالكم أنا هضرب، خلوا بالكم، شغلوا القبة الحديدية عشان أنا يلا هضرب أهو. ويا أمريكا خلي بالك أنا ناوي إن شاء الله إن أنا هضرب بإذن الله، يعني تعالى بدون مقاطعة. لدرجة ان المتحدث باسم البيت الابيض الامريكي امبارح بالليل قايل انه ايران ستقوم بتوجيه ضربات صاروخية الى اسرائيل خلال ساعات. يعني امريكا عارفة قبلها بليلة. والمتحدث الايراني النهاردة الصبح قال لك انه سنوجه خلال فترة وجيزة ضربات. انا عمري ما شفت حرب بنبه اللي بيتضرب قبليها. عدوي اللي انا بضربه بقول له خلي بالك شويه هضرب اهو، يلا استعد، قوم كده تشطف واجهز عشان الحرب هتقوم. عارفين كان زمان بنتريق كده لما حد يجي مدرس كده يقول لك خلوا بالكم في امتحان مفاجئ يوم السبت اللي جاي. منين مفاجئ ومنين يوم السبت اللي جاي؟ يعني منين مفاجئ ومنين بتقول لي ميعاده؟ مفاجئ ازاي؟ فطبعا اسرائيل من النهارده الصبح تلفزيوناتها وصحفها ومواقعها واذاعاتها ابلغت كل الاسرائيليين سواء موظفين او مدنيين او كذا ان هم يحتموا وينزلوا الملاجئ وياخدوا دروع امنه وكذا، علشان ايران هتقصف النهارده الصواريخ اللي انتم شايفين جزء منها اهو، وبتقاوم القبه الحديديه الاسرائيليه. قصه الحقيقه مش عارف اسميها ايه، لكن كتير من الناس بيصفوا ما يحدث بانه مسرحيه هزليه، رغم ان احنا بنتكلم عن حرب وصواريخ واعتداء وما الى ذلك. لكن يرى مجموعه من الناس ان احنا امام مسرحيه بابطالها امريكا واسرائيل وايران. وللاسف في كل ده المواطن اللبناني الشقيق والعزيز هو اللي بيدفع الثمن. استاذ دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه، مساء الخير يا دكتور وتحياتي. مساء الخير، اهلا وسهلا حضرتك استاذ سامر، منور الدنيا كلها. شكرا جزيلا، ربنا يخلي حضرتك. القصه مش عارف ابدا منين، ابدا من التوغل الاسرائيلي في جنوب لبنان اللي بدا فجر اليوم، ولا مما يحدث حاليا واحنا بنتكلم وعشرات الصواريخ الايرانيه المتوجهه الى اسرائيل بانذار مبكر وبتحذير مبكر من ايران؟ هو بالتأكيد طبعا في إطار استراتيجية الردع والردع المقابل بطبيعة الحال بتسجل إيران حضورها ولو بصورة رمزية لرسائل موجهة للجمهور الإيراني الداخلي وللجمهور العربي، أنها لا تزال لديها الإمكانيات والقدرات التي تتعامل بها مع إسرائيل في هذا التوقيت. لكن الإشكالية الرئيسة هنا هي مرتبطة بأنه إسرائيل بدأت العملية بصرف النظر عما يجري، وبستدعم الذاكرة بدايات دخول حرب غزة وبدايات الحرب على لبنان. هناك فوارق وواضح فوارق كبيرة في إدارة المواجهة سواء كانت إعلامية أو سياسية أو استراتيجية، وهناك بطبيعة الحال تحسب إسرائيلي لما سيجري على الأرض. يعني صحيح حتى الآن الحرب البرية طبعا قائمة، لكن السيناريوهات النظرية أنا في تقديري ربما لا تصلح للتحليل هنا لاعتبارات كثيرة أستاذ تامر، منها الحديث الميديا الأمريكية والإسرائيلية عنها عملية محدودة. لا أحد يعلم، ولا نتنياهو ولا وزير دفاع ولا رئيس أركان ولا قادة التشكيلات، طبيعة هذه العملية. معنى أنه الهدف هو الوصول إلى ما بعد مناطق التماس وإلى الليطاني وإقامة بافر زون، منطقة عازلة، وهذه هي الأهداف الرئيسة أستاذ تامر المعلنة.
في المراحل ده المعلن، لكن ما وراء المعلن هو الأهم في تقديري، وهو صح. إنه لا يمكن استبعاد أي تحليل أو أي رؤية حقيقية لما يجري في إسرائيل، لأن هناك نزعة عسكرية متصاعدة لدى العسكريين الذين يديرون الأوضاع في إسرائيل الآن، ونتنياهو يبدو هو في الواجهة، لكن خلف نتنياهو مجموعة من القادة العسكريين الذين يريدون أن يبنوا مجدا سياسيا وعسكريا جديدا في الحرب ما بين غزة وما بين لبنان وفي الإقليم. أخطر ما نواجهه الآن هو تصاعد هذه النزعة العسكرية، لا أريد أن أقول المنفلتة لأنها بطبيعة الحال هي غير منضبطة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هم يتحركون في الإقليم ويتباهون بالقدرة على الضرب في أكثر من مصرع عمليات. ونتنياهو حدد كما تعلم حضرتك في الجمعية العامة الجبهات المناوئة، فالجبهات المناوئة بالنسبة له العراق وسوريا واليمن والضفة الغربية وأي مناطق تماس يمكن أن تصدر منها صواريخ على إسرائيل. إذا مسرح العمليات سيتسع بطبيعة الحال بصرف النظر عن أهميته بالنسبة لإسرائيل، وهذا سيعطي إسرائيل مبررا لضرب مواقع في العراق وضرب في سوريا وضرب هو في ده اليمن. دكتور طارق، لو تفتكر حضرتك في بدايات العدوان الإسرائيلي على غزة في أعقاب طوفان الأقصى 7 أكتوبر كان كل الناس بيتكلموا على أن إسرائيل ماشية وراء أهدافها المعلنة، وهي القضاء على حماس في غزة والنظر في أوضاع غزة ما بعد حماس، بالإضافة إلى تحرير الأسرى. الأراضي الإيرانية بشكل مباشر، الأراضي الإسرائيلية في فلسطين المحتلة أيضا بشكل مباشر، في مسافة من إيران إلى إسرائيل بتستغرق أو بيستغرق الصاروخ الواحد حوالي 12 دقيقة. الدفعة الأولى من الصواريخ وصلت للتو، والدفعة الثانية ربما أيضا وصلت منذ دقائق، وسنرى الدفعات التي يمكن أن تكون إيران قد أعدتها لمهاجمة الأراضي الإسرائيلية في فلسطين المحتلة. ربما كنا نتابع منذ ساعات قليلة هذه الإفادات الإعلامية والإفادات الرسمية من داخل المطبخ الأمريكي الذي كان يؤكد أن هناك عملا خلال 12 ساعة قادمة من إيران إلى إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية ربما كانت على علم بهذه التحركات الإيرانية، وربما هناك تنسيق إيراني غربي بوساطة عربية ربما، أو بوساطة جهة ما ربما، لكن هذه الرشقات الصاروخية من إيران إلى إسرائيل كنت أتابعها منذ قليل في المكتب وأنا أجهز لهذه الحلقة، وكأني يعني أتابع عملا سينمائيا، عملا دراميا، لكنه كان على الهواء مباشرة. وكنت أتابع سقوط الصواريخ إما في البحر وإما في أماكن فضاء، والصواريخ التي سقطت على المدينة كانت ربما القبة الحديدية لم تستطيع إسقاط كل هذه الصواريخ، لكن هناك صواريخ بالفعل سقطت على بعض المباني لكن حتى هذه اللحظة لم تصدر أي إفادة من إسرائيل أو السلطات الإسرائيلية بوجود إصابات أو بوجود حوادث. زي ما حضراتكم شايفين صورة موجودة بشكل مباشر، أدي رشقة صواريخ فرط صوتية أطلقت من إيران إلى إسرائيل. قدام حضراتكم هتلاقي في صواريخ بتسقط اهي، زي ده صاروخ سقط بالفعل ومش عارفين عمل ايه، وفي صواريخ القبة الحديدية تم اصطيادها واسقاطها في الجو قبل سقوطها، وهناك صواريخ سقطت في اماكن فضاء او في البحر. ده قدامكم حالا دلوقتي على الهواء مباشرة في كل المحطات. بنتابع عمل عسكري معلب أو معد سلفا، لكن هل هذا العمل بيذكرنا بما جرى في شهر إبريل الماضي، حيث قامت إيران بإطلاق دفقات ورشقات من الصواريخ والطائرات المسيرة إلى الأراضي الإسرائيلية؟
لكن لم يكن هناك أي إصابات ولم يكن هناك أي خسائر لا في الأرواح ولا في البنايات، إلا ربما إصابة خفيفة وتندر الكثيرون جراء صورية ومسرحية هذا العمل الإيراني. هل ما جرى في 1 أكتوبر هو نفس ما جرى في أبريل 2024 منذ شهور قليلة أم يختلف؟ حتى هذه اللحظة ليس لدينا معلومات موثقة إن كانت هناك اتفاقات أو تنسيقات بين كافة الأطراف، لكن ما لدي فقط أطرحه على حضراتكم إنه هارتس الإسرائيلية قالت إيران أبلغت المسؤولين الدوليين بنطاق وتوقيت الهجوم المحتمل ضد إسرائيل. صحيفة هارتس الإسرائيلية قالت وأفادت بأن إيران أبلغت المسؤولين الدوليين بنطاق وتوقيت الهجوم المحتمل ضد إيران، وفي وقت سابق النهاردة حذر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون من هجمات إيرانية محتملة تستهدف إسرائيل، وتوقع مسؤول أمريكي أن تشن إيران هجمتها على إسرائيل خلال 12 ساعة. الكلام ده يعني قبل الضرب ما يبدأ. احنا عارفين وفاكرين واحنا كده لسه أطفال فجائية الضربة وعملية التمويه اللي كان بيعملها السادات في حرب أكتوبر، والمفاجأة التي يعني أفقدت العدو توازنه. كل دي كانت يعني أمور وثوابت عسكرية وحربية. لكن النهاردة عندنا اللي هيضرب بيبلغ اللي هيتضرب، بيقول له خد بالك أنا هضربك الساعة 12 و10، هضربك الساعة 8 و5، وهيكون في نطاق مطارات معينة وأماكن معينة. اجهز وجهز نفسك وخلي الناس تدخل الملاجئ علشان الصورة تطلع حلوة. ربما يكون هذا الكلام مظبوط وربما يكون هذا كلام خطأ، لكن ما يجري أمام أعيننا حتى ولو كان بتنسيق أو اتفاق، حتى أكرر مرة أخرى لو كان بتنسيق أو اتفاق لحفظ ماء وجه إيران بعد مقتل إسماعيل هنية وبعد مقتل حسن نصر الله وبعد الهزائم المتتالية لمعسكر إيران بتدعمه، هل ما يجري الآن في هذه الأثناء اتفاق تنسيق؟ بقول حتى ولو كان كذلك فالمنطقة دخلت في نفق مظلم. حد هيسألني يقول لي هي المنطقة مش في نفق مظلم؟ هقول له دخلت من نفق مظلم إلى نفق أشد ظلمة. إيران وعدت بالرد وبدأ الرد قبل حوالي نص ساعة من الآن. إطلاق أكثر من 100 صاروخ باليستي من إيران على عدة مواقع في إسرائيل، ولكن ربما القبة الحديدية تصدت للعديد من هذه الصواريخ التي انطلقت من إيران قبل نصف ساعة، وما زالت هناك العديد من الصواريخ أيضا يتم إطلاقها على مناطق مختلفة في إسرائيل، ما بين تل أبيب، في حيفا، في يافا. العديد من المناطق يتم إطلاق الصواريخ عليها من داخل إيران. إيران كانت تحدثت بالأمس على أنها سوف ترد. النهاردة اعتبارا من الساعة 5 أو قبل الساعة 5 بدأ الحديث عن أن إيران سترد، وحددوا التوقيت، قالوا في ما بين 12 ل 24 ساعة إيران سوف توجه ضربة هذه المرة إلى إسرائيل. بدأت إسرائيل تتحسب لهذا الأمر. وسائل الإعلام الأمريكية أكدت على 3 مناطق، 3 قواعد عسكرية يتم قصفهم من جانب إيران، بالإضافة إلى موقع استخباري. يبقى إذا المعلومات كانت موجودة وكانت واضحة، ولكن هذه المرة إيران لم تستخدم المسيرات. إيران بتستخدم هذه المرة صواريخ باليستية. كل هذه الصواريخ باليستية، وهناك بالمناسبة دفعة أخرى من الصواريخ سيتم إطلاقها تباعا على مدار الساعتين اللي جايين. إيران بتتكلم على 400 صاروخ هيتم توجيههم إلى إسرائيل. في نفس التوقيت تم إطلاق صواريخ أخرى من جنوب لبنان، تم في رشقة أخرى من قطاع غزة، وبالتالي هناك ضربات متتالية في تنسيق كبير جدا. ولكن تاني على الأرض حتى الآن زي ما احنا بنتابع على الهواء مباشرة، قبل قليل زي ما احنا بنتابع إطلاق الصواريخ على مناطق مختلفة في إسرائيل من جانب إيران. إيران تحدثت عن الرد، ولكن هل هذا الرد هو الرد الذي
يؤدي الى القصاص، بمعنى انه سيؤثر على اسرائيل، ولا هيكون في رد فعل اسرائيلي اكبر؟ التقديرات كلها اسرائيل سوف ترد، سيكون هناك رد اسرائيلي قوي، وربما رد اسرائيلي امريكي قوي. يعني الان هناك اجتماع من الرئيس الامريكي جو بايدن مع مجلس الامن القومي، هياخدوا قرار. القرار ربما يكون امريكا هتدخل مع اسرائيل. بالمناسبه القوات الامريكيه اللي موجوده في المنطقه النهارده مضاعفه عن القوات اللي كانت موجوده في شهر ابريل الماضي، في وقت قيام ايران بضرب ايضا اسرائيل بتوجيه صواريخ ومسيرات في ابريل الماضي. المره دي القوات الامريكيه اكتر بالضعف العدد اللي كان موجود من في شهر ابريل الماضي. وبالتالي هل هناك ضربه امريكيه؟ طبعا الاردن يعلق حركه الطيران حتى اشعار اخر، اغلاق مطار بن غوريون الاسرائيلي. المملكه الاردنيه الهاشميه تعلق الطيران حتى اشعار اخر. الجيش الاسرائيلي يعلن اكثر من 250 صاروخ باليستي تم اطلاقها على اسرائيل، من بينها واستهدفت العديد من المواقع ومنها قواعد عسكريه طبقا للجيش الاسرائيلي. ولكن لا احد يعلم حتى الان حجم الخسائر. حجم الخسائر مش معروف، ولكن تقريبا كل الاسرائيليين تحت الارض، كل الاسرائيليين حاليا في المخابئ، كل الاسرائيليين حاليا داخل ملاجئ. حتى السفاره الامريكيه، الامريكان من الساعه 4 طلبوا من موظفيهم وكلهم ينزلوا في المخابئ من الساعه 4. يعني كان في تحسب لهذه الضربه، ولكن زي ما بقول لحضراتكم ربما النتائج على الارض هي اللي هتقول لنا رد الفعل الاسرائيلي. هل اسرائيل هتوجه ضربه وبالتالي تستغل هذا الامر وتقوم بضرب البرنامج النووي الايراني؟ كل الاحاديث، يمكن امبارح كنت بتكلم على ده، ان اسرائيل هتستغل كل هذه الامور وهتضرب البرنامج النووي الايراني. هذه فرصه اسرائيل من وجهه نظرهم. طبعا الوضع والساحه الدوليه انه حان الوقت ان هم دلوقتي بيتكلموا على الملايين تحت الارض، وان ايران تستهدف الملايين، وبالتالي يديهم حق انهم بالنسبه لاسرائيل يديهم حق انهم يضربوا البرنامج النووي، ويحصل لا قدر الله لا قدر الله المساله تتطور بما لا احد يتمناه، لانه هذه الامور سوف تؤدي الى تطورات اخطر من اللي احنا شايفينه على الشاشه. لو معانا اصوات للصواريخ الايرانيه، خير قراءه اوليه في الرد الايراني على اسرائيل. 250 صاروخ في الموجه الاولى، وفي موجه ثانيه بدات قبل قليل وما زالت مستمره. اسرائيل بتعلن عن خسائر، بتعلن عن هذه العمليه منظمه، وواضح انها عمليه منظمه عن عمليه ابريل الماضي. قراءه حضرتك لهذا الرد الايراني. مساء الخير لحضرتك وللساده المشاهدين. نقول في البدايه ان هذه الضربه هذه المره كانت مخططه بعنايه فائقه. اولا طلعت من 7 مناطق داخل ايران. 2 انها استخدمت الصواريخ الفرط صوتيه التي يصعب على عناصر الدفاع الجوي الاسرائيليه، القبه الحديديه، مقلاع داوود، القرو او السهم، انه يتعرض لحجم هذه الصفقه. حاجه الثانيه انها لم تتعرض للمصالح الامريكيه او القواعد الامريكيه في المنطقه، وده ذكاء من ايران حتى لا تتدخل امريكا برد مباشر. امريكا تدخلت بانها تصد اي صواريخ بتعدي من ناحيتها، وده حصل في عين الاسد. طبعا قاعدة عين الاسد تعرضت صاروخ، وده جاي من العراق. الحاجة الثانية ان كلنا كنا متوقعين لما ايران تضرب الضربة دي يبقى المفروض حزب الله يشارك معاها. تبقى تلاقي اسرائيل عندها ضربتين جايين في وقت واحد، ما تقدرش تصد الاثنين. فدي كانت مفاجأة بالنسبة لي انا شخصيا. كنت متوقع ان حزب الله ينفذ هذه الدورة. البي بي سي من شوية اعلنت خبر لم يتطرق له اي حد، وده كانت حصل هتبقى مشكلة كبيرة. قالت ان هذه الصواريخ الايرانية هجمت منصات البترول الاسرائيلية في البحر الابيض. لا قلناه في الاول، قلناه فعلا، قلنا الخبر. لا اصل ما حدش قال غير البي بي سي. يعني البي بي سي لا قلناه عاجل في اول حاجة دخلنا بيها. اتفضل. فاذا كان الكلام ده تم فعلا واصابة، هيبقى دي ضربة مؤثرة على نقول اسرائيل في الفترة القادمة.
النهارده اعتقد ان امريكا هتفكر مره واثنين وثلاثه في ايه؟ لان دلوقتي امريكا في مرحله شائكه وهي مرحله الانتخابات. هتعمل ايه؟ طبعا النهارده هي لن تستطيع ان تتدخل مباشره، لان ايران كانت منتهى الذكاء انها لم تتدخل ضد هدف امريكي في المنطقه. النهارده احنا كلنا مش قادرين نحدد النتائج بتاعت الضربه ايه. هل هتبقى زي المره اللي فاتت؟ تفكر المره اللي فاتت ضربت بنت يعني في صحراء النقب، انما المره دي انا واثق ان هيكون هناك تاثيرات كبيره على اسرائيل، وعشان كده اعتقد الرد مش هيكون النهارده، هيكون على الاقل بكره بعد ما اسرائيل تجمع النتائج بتاعتها وتقرر حجم الضربه اللي هتضربها. ولكن انا بقول ان نتنياهو نجح انه يجرجر ايران في هذا الموضوع، لان معنى كده دي الفرصه اللي كانت اسرائيل بتتمناها من سنوات. لان انا قلت كذا مره من هو العدو الرئيسي لاسرائيل في المنطقه في ال5 سنين اللي فاتوا؟ ايران. ليه؟ عشان هيجي لها النووي. لو ايران جابت نووي السنه اللي جايه زي ما كان مخطط 2025 هيتغير الموقف الاستراتيجي في الشرق الاوسط بالكامل. سياده اللواء سمير، دلوقتي ايران دبلوماسيين ايرانيين بيأكدوا انهم ابلغ امريكا عن طريق وسيط قبل بدء الضربه الايرانيه على اسرائيل، ثم ابلغ كمان روسيا بهذه الضربه. اذا تم ابلاغ امريكا قبل وقت قصير من هذه الضربه على اسرائيل. ده فعلا احد القنوات قالتها دلوقتي الامريكيه، وقالت ان امريكا بلغت اسرائيل النهارده ان هناك احتمالات ان ايران تقوم بهذه الضربه. ولكن يجب اعتقد ان اسرائيل بدات يبقى فيها عندها بعض الغرور انها لم تستعد لهذه الضربه، وقالت انها زي كل مره هتبقى مجرد تهويش. ولكن احنا يجب ان نتوقع الضربه القادمه من اسرائيل. هل هتسمع لها امريكا انها تضرب المفاعلات النوويه الايرانيه اللي دخلت في الجبال وامريكا ادتها هذه القنابل الجديده لتدميرها؟ الموضوع ده هيبقى له تاثير كبير جدا ونتائج كتيره. عشان كده انا مش باصص للضربه دي دلوقتي، انا باصص للنتائج وماذا ستقدم عليها اسرائيل غدا. وهل اسرائيل لو نفذت ضربه هل ايران مش هترد؟ لا هترد. والنهارده وزير الدفاع الايراني قال من ساعه اذا حصل ضربه من اسرائيل فان احنا هتكون ضربه اقوى من المره دي، ضربه ساحقه. ضربه ساحقه بالظبط قال كده. فعشان كده احنا كلنا منتظرين. انا مش مبسوط دلوقتي، لا انا مستني بكره ماذا سيحدث، لان اذا اشتعلت المنطقه هنتحول الى حرب اقليميه. طيب احنا لحد تحليل سيادتك قبل ما نروح للحرب الاقليميه لفشل القبه الحديديه في التصدي لهذه الصواريخ. احنا لاول مره بنجد ادي معلقه عسل يعني زي ما بقول كده، وانا بكات اخرى القبه الحديديه واضح انه لا تتعامل مع هذه النوعيه من الصواريخ. اسباب طبعا الفشل ايه؟ اسباب الفشل ان القبه الحديديه كانوا بيطوروها الفتره اللي فاتت للتصدي للصواريخ بتاعه المقاومه كاتيوشا والحاجات الثانيه البسيطه. انما هم المره دي فوجئوا ان الصواريخ الفرد صوتيه، وبعدين خد بالك ان الصواريخ الفرد صوتيه بتطلع بره الغلاف وتنزل مره واحده، فتبقى مسافه التعرض لهذه الدفاع الجوي محدود. عشان كده هم اعتقد من احد الحاجات ان هم لازم يحطوا في اعتبارهم ان لو دخلوا ضد ايران الفتره اللي جايه الضربات هتكون اكبر. واحنا قلنا ان حجم الصواريخ الايرانيه كبير، حجم المدايات بتاعت الصواريخ الايرانيه اكتر، وممكن تتعرض ايه اللي استخدمته ايران؟ ايه النوعيات؟ النوعيات هم عندهم صاروخ قادر وقادر 2 وسام وحماد، دول كلهم انت عارف هو نوع بيطوروا بيدي كل شويه يدي مدى اكتر. الراس بتبقى بتشيل اكتر، انما الفرط صوتيه انه بيطلع بره الغلاف الجوي. يعني تحول لحرب اقليميه شامله. احنا تقريبا في حرب اقليميه شامله. انا ما رضيتش اسبق يعني أنا بالمصادره على الاجابه. لا طبعا الوضع 7-8 على الاقل. 7-8. الوضع سيء وينبئ بجرائم اسرائيليه متكرره ما بتلحقش تفكر في ضحايا النهارده. تبص تلاقي في ضحايا تانيين بعد ساعتين. الاخبار نفسها مش قادره تلاحق عمليات الضرب والقمع والقتل، يعني شيء لا يصدق. كلام الوزير الصفدي اللي حضرتك عرضته ده بيجسد الحقيقه تماما. كل اللي في ذهنهم بعض العبارات الانتقاميه
والمشاعر العدائيه وخطاب الكراهيه. ما بيطرحش فكره، ما بقولش يريد ان اعيش في سلام في المنطقه واريد ضمانات دوليه من الدول العربيه والدول الاسلاميه، اريد مؤتمرا شاملا اتحدث فيه انا كاسرائيل امام من ينصبون العداء لاتصور هناك طرح ومخرج وبريك ثرو من اللي انا فيه. ما حدش بيعمل كده ابدا. كل اللي خلاص تعبنا من خطب نتنياهو. انا اقدر اسمعها لك اقول لك هيقول ايه في اي موضوع. موضوعه دايما نيجاتيف وكراهيه ورفض وتمهيد لعدوان وتصوير الموقف على انه يعني لابد ان ينتهي بمأساة على ما هو عليه. مين اللي يقول كده؟ فما فيش طرح اسرائيلي. كان زمان اسرائيل تقول لك انا ليس لدي كاونتر بارت، لا يوجد شريك، لا يوجد شريك كاونتر بارت اتكلم معاه. الان بقى انا بقول له لا يوجد فكر مقابل، ما عندكش حاجه خالص عندي، انت مفلس. انت كل اللي عندك انابل بالاطنان تسقطها لقتل شخص، قضيتك قضيه انتقام، مجموعه اغتيالات وخرسانه. هذا امر لا يستقيم، والمجتمع الدولي لازم يفيق لهذا. احنا في خلال اسبوع يجب حمايه اسرائيل من نفسها. اذا كانوا لها اصدقاء هي تتجه الى الانتحار الحقيقي. التاريخ له شواهد كثيره من هذا النوع، اللي هو الولوج الى عالم الدم والاستغراق في القتل والغطرسه والدكتاتوريه. شفنا ناس كثيره قبل كده، حتى في عالمنا العربي شفنا، على المستوى الدولي شفنا، في الحرب العالميه الثانيه شفنا. محدش يفكر كده ابدا. احنا في خلال اسبوع كان عندنا تصريحات عربيه واضحه بخصوص يعني وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان قال انه السعوديه دلوقتي بتشكل تحالف دولي للضغط لاقامه الدوله الفلسطينيه. المجموعه العربيه والاسلاميه شفنا منها وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه الاردني دلوقتي قالوا ايه. لكن الامور على الارض اسرع من صحيح من التحركات السياسيه. صحيح. ليه؟ ما بتلحقش بسبب رعونة إسرائيل وتعطشها للدماء وإحساسها بأن مخاطبة الرأي العام الداخلي أو مخاطبة يهود العالم ما تجيش إلى مغموسة بالدم العربي والإسلامي. وضع في منتهى الغرابة، ويفتح أكتر من جبهة في وقت واحد. وأنا أتحدى حد يفهمني إيه اللي في المخ الإسرائيلي فيما بعد، عايز إيه؟ أنا كسبت ضربة كبيرة باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. مطلوب من إيران من وجهة نظري أنا إنها ما تقعدش تحركهم وهي لا تستطيع أن تحميهم. ما تقعدش تقول لواحد اعمل واعمل واعمل وتثيره وتهيجه وأنت تعلم أنه لا يستطيع ذلك بشكل مطلق، وأنت لا تستطيع أن تدعمه ولا تساعده. وبعدين تيجي تقول له أنا ضربت كذا صاروخ وكذا بتاع. لا، أنت عارف الدنيا كويس. وإيران عندها أجندة معقدة فيها السلاح النووي والحرص عليه، فيها العلاقات مع الدول العربية المجاورة، فيها الشعور بأن إسرائيل تريد أن تمحوها من على الأرض لو أرادت، وهي تريد أن تفعل نفس الشيء مع إسرائيل. هذه الحدة وهذا العداء لا ينعكس على الصراع العربي الإسرائيلي وهوش ناقص. يعني أنا تصورت أنهم عندهم بعض الحكمة بعد 7 أكتوبر السنة اللي فاتت لما قالوا لم يكن لدينا علم ولم نستشرف فيما حدث. قلت ده هيبتدي يلعب دور عقلاني. لا، ما هو إلا وقت قليل. وطبعا نتيجة الجرائم المؤلمة والفادحة والمحزنة من جانب إسرائيل. يبدأ التحرك السياسي الأول ويبدأ منين؟ لما تلتقي مسارات السياسة الخارجية الإسرائيلية. إسرائيل عندها مشكلة كبيرة جدا في سياستها ومواقف الجيش الدفاع اللي عندها، وهي المسارات المتعددة. في مجموعة تضرب وتجري، والطيران هو سيد المعارك بالنسبة لإسرائيل. ما عندهاش حاجة تانية غير الطيران، من فوق واحدف. لا شجاعة ولا رجولة ولا ندية ولا إنسانية خالص. بغمض عينيه وبيحدف. هذا المسار. المسار الثاني مسار تكنولوجي زي حكاية البيجر والحاجات اللي اتعملت دي كلها. هو بيلعب باللعبة دي تماما. المسارات دي كلها متعددة ومتباعدة، ما بيجمعهاش رابط. وما أظنش إنهم بيفتحوا على بعض في لحظة معينة. يعني ده يفاجأ بمساندة جاياله من الجانب التكنولوجي. الجانب التكنولوجي يفاجأ ان في تصريحات خدمته. بس عندهم قرار سياسي مؤسسي عندهم بيقول قرار سياسي. لا، اللي عندك اعمله. لا، عندهم قرار سياسي عنصري لا يخضع لروح ديمقراطيه واضحه. سمعتش انت عمرك حوار في الكنيسة في اصوات معتدله؟ ابدا. لا. حتى الاصوات العربيه بتقلب. انا ببقى قاعد مستغرب.
ده في ناس بيتحدثوا في التلفزيون الاسرائيلي من اصول عربيه كتير جدا، ده عميل لوجهه نظر اسرائيل، يا اما من الدروز. بس حضرتك بتقول انه علشان تبدا